أحمد عز قرر يرجع لزينة ويلم الشمل ويفرح مصر كلها. أحمد كان قاعد لوحده وشايف حياته بتضيع قدامه، لا اتجوز ولا خلف، ما عندوش غير ولاده من زينة. قرر إنه يصلح غلطه ويتصل على زينة ويلم شمل العيلة علشان يقرب من ولاده ويشوفهم. وأول لما اتصل على زينة قالت له: أنا ما عنديش مانع يا أحمد، دول مهما كان ولادك رغم البهدلة اللي انت بهدلتها لنا، أنا هخليك تشوفهم وتقعد معاهم، انت مهما كان باباهم وأول حب في حياتي يا أحمد. أحمد عز شكرها وقال لها: تمام يا زينة، أنا هعدي عليكم علشان آخد الولاد بالعربية ونروح مكان نقعد فيه، ويا ريت لو تيجي تقعدي معانا. زينة قالت له: لا يا عز، الأهم دلوقتي ولادك، وخطوة كويسة إنك تقرب منهم، وعلى العموم أنا هقول لهم وحاول أقنعهم علشان يوافقوا ويقعدوا معاك، أنت عارف إنهم شايلين منك من زمان. وقفلت معاه. فزينة قررت تروح لولادها عز الدين وزين الدين وقالت لهم: بابي عايز يشوفكم ويقعد معاكم وهيعدي عليكم بالليل، هو عارف غلطه وعايز يعتذر لكم. ابنها عز الدين قال لها: ازاي يا مامي، مش ده اللي بهدلك في المحاكم والقضايا وما كانش معترف بينا، عايزينا نقابله دلوقتي ليه؟ وبعدين هو ايه اللي فكروا بينا، وازاي بعد كل اللي عملوا فيكي وفينا توافقي ان احنا نصالحه كده عادي؟ زين الدين ابنها التاني قال لها: انا مش موافق يا مامي، عايز الدين اخويا معاه حق، بعد كل البهدله والسنين دي وبعد ما كبرنا عايز يشوفنا بالسهوله دي؟ هو ايه اللي فكروا بينا دلوقتي؟ هو لسه فاكر ان عنده اولاد؟ مامي، انا عارف انك لسه بتحبيه علشان سميتينا على اسمه انا واخويا، وانك لسه لحد دلوقتي بتحبيه علشان كده عايزانا نشوفه وهو يشوفنا ونقرب من بعض، بس احنا يا مامي سوري مش موافقين. زينة انصدمت من طريقة ولادها وكلامهم وتفكيرهم وقد ايه هم كبروا قوي قدامها، وحاولت تهدي الوضع وقالت لهم: انا فعلا بحب بابي بس بحبكم انتم اكتر، ولو وافقت ان بابي يشوفكم فده علشانكم، علشان تقربوا منه ويبقى ليكم اب تفتخروا بيه. باباكم فنان كبير ومعروف وله اسمه وسمعته، وانتم كبرتم ومش عايزة لما تكبروا اكتر وتدخلوا الجامعة وتيجوا علشان تتجوزوا واحد يعايركم بباباكم، لا انا عايزة علاقتكم تكون كويسة بيه. رد عز الدين عليها وقال لها: مش ده اللي كنتي بتقوليلنا عليه، انه وحش ونوتي وسابنا واحنا صغيرين في اللفة، وقال اننا مش ولاده واننا ولاد واحد تاني، وخلى سيرتك وسيرتنا على كل لسان؟ مامي احنا مش موافقين نقابل بابي. زينة ما حبتش تضغط على ولادها، خصوصا انها كانت شحنهم على ابوهم وهم صغيرين من كتر المشاكل اللي حصلت لها مع الفنان احمد عز، وقررت انها تتصل على احمد تاني واعتذرت له ان اولاده مش موافقين يقابلوه. أحمد في اللحظة دي اتفهم الموقف وطلب يقابلها هي. زينة اندهشت وقالت له: عايز تقابلني أنا ليه؟ أحمد قال لها: لما أقابلك هقولك. زينة ما كانتش مصدقة نفسها ولبست أحلى فستان عندها وعملت أحلى ميك اب وكانت على سنجة 10. أحمد عز راح بعربيته عند بيتها وأول لما شافها قال لها: يخرب بيت جمال أمك، قمر زي ما انتي. زينة ما مسكتش نفسها وضحكت وهي مكسوفة وركبت معاه العربية وراحوا قعدوا في مكان بعيد عن عيون الناس علشان هم المعروفين. أحمد مسك إيدها واعتذر لها عن كل اللي عمله زمان وطلب منها إنها تسامحه. هو قال لها: أنا متأسف يا زينة على كل اللي حصل، كنت لسه صغير وتش شباب. زينة كانت طايرة من الفرحة ومش مصدقة نفسها، وقالت له: أنت بتتكلم جد يا أحمد ولا ده مقلب وعايز تنتقم مني علشان اللي عملته فيك زمان والفضايح بتاعت زمان؟ أحمد قال لها: أنا كبرت يا زينة والعمر ما بقاش فيه قد اللي راح، والولاد كبروا وما ينفعش نفضل على كده، عايزين نلم الشمل انا وانتي والولاد ونرجع لبعض ونفرح مصر كلها. زينة بدون تردد قالت له: انا موافقة يا احمد. احمد ضحك وقال لها: على طول كده واقعة؟ طب اتقالي يا بت، قولي افكر، قولي سيبني شوية، انتي على طول مدلوقة كده. زينة اتقمصت وقالت له: انت رجعت في كلامك تاني ولا ايه؟ احمد ضحك وقال لها: لا طبعا، بس انا نفسي اشوف الولاد واقعد معاهم ويحبوني واعوضهم عن كل السنين اللي بعدتهم عنهم. زينة قالت له: ما تشيلش هم، انا هقعد معاهم واقنعهم انهم يشوفوك، انت عارف انهم شايلين منك طول السنين اللي فاتت علشان انت ما كنتش عايز تعترف بيهم. احمد عز قال لها: اللي حصل حصل يا زينة، خلينا في اللي جاي، انا عايز المقابلة الجاية اشوفهم ونقرب من بعض ونرجع نلم الشمل ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. بس يا بنتي ايه الجمال ده، يخرب بيت امك، صاروخ صاروخ، الزمن ما هديكيش، يخرب بيت امك. وبعد ما قعدوا وضحكوا مع بعض وفضلوا يدردشوا شويه، زينة ما كدبتش خبر وروحت وهي طايره من الفرح علشان تقنع ولادها يقابلوا ابوهم ويرجعوا يلموا الشمل تاني ويفرحوا مصر كلها.